باشا السلام عليكم. يا هلا والله ليك وحش. فيديو النهارده يا جماعه اكيد كلكم عرفتوا عن ايه. ام سعيد اللي فاتحه سيخ في دراعها. وطبعا لو انت ما تعرفش ام سعيد اعرفها لك. في واحده طلعت يا جماعه على التيك توك عامله فيديو عادي مع جوزها، لكن الفيديو يشاء ربك يتقلب لترند وكل الناس تعمل عنه. شوف الفيديو الاول. اصيله يا ام سعيد لابسه كل ده دهب، هنحسدها النهارده. ولكن يا باشا قبل ما نبدا صلي على النبي، حط لايك الفيديو، اشترك في القناه، فعل الجرس، وروح تابعنا على الانستجرام وخلينا نبدا. زي ما انت شفت ام سعيد لابسه مصاغات الدنيا كلها في دراعاتها، ما اعرفش بتمشي ازاي دي. دراعك ما بيوجعكيش؟ طب اخلعيهم واشيلهم لك، انا خايف على دراعاتك يحصل لها حاجه من الوزن ده. تجيبه ازاي ده؟ ولكن ربنا يوفقهم ويهنيهم. اللي بعده، انت من مصر وهي من ايجيبت، دي بتكون النتيجه. انا جوعت قوي، تيجي ناكل؟ ماشي، عايز تاكلي فين؟ ايه فاهم؟ ده مكان ده ولا ايه فاهم؟ ايه فاهم ده؟ عايز تاكلي فين؟ شوفي فين يعني. قصدك فين؟ ناكل كراب سلطه؟ ماشي، وانا كريب فراخ بنات. بنات؟ طب انا عندي مشوار هكلمك هجيلك رايحه تاني. فين؟ فاهم؟ ازاي؟ راح هجيلك باكلك كريب سلطه. كريب سلطه. البت تفشت منه بسبب اللهجه، لكن مش باللهجه يا جدعان. هنقول ايه؟ اللي بعده، ما عندناش وقت نضيعه. ده انت اخرك انا الحكومه وتديها زرب ويتم الجنب كده، انت بتحلمي ياما. اللي بعده، بقالنا اسبوعين بنتكلم 24 ساعه ولقيته مره واحده بيقول لي ثواني هرد على خطيبتي. طب والله يا اصيل. طب جدع اهو. انت متاكده ما كنتش واخده بالك؟ لا ما كنتش واخده بالي والله. والله ازاي؟ ده الساعه اتشفطت يعني. تعيش وتاخدي غيرها يعني، وبعدين انتوا اخوات يعني، فاهمه بالي؟ ممكن لو قلت له مين اخواتك او عندك كام اخت يقول لك انت بس. عديها النص بعضيها. اللي بعده، انا حاسس ان الستات في الترند ده بيعايروا جوازهم، مش عارف ليه. تلاقي كل واحده طالعه مع جوزها تلاقي تحس ان ايه بتتنمر عليه، والراجل يبقى مش طايق يصور الفيديو بس مصوره غصب تحت التهديد. لكن ما علينا. اللي بعد، عايز ننقذك؟ قول انا واطي 10 مرات. انا واطي 10 مرات. على فكره انا ضد جدا ان الواحده تقعد تهزر مع جوز اختها. جوز اختك كان يحللك لو ما خدش اختك، وحتى لو اختك ماتت يحللك. فما ينفعش ان انت تهزري معاه على حته ان هو زي اخوك، عشان تبقوا فاهمين دين كويس. على فكره ما ينفعش الهزار مع جوز اختك، ما ينفعش الهزار مع مش عارفه جوز مين في ديننا الاسلامي، ما ينفعش. ما اعرفش انتوا بتبقوا واخدينها حلوانه في سلوانه وبهزار، لكن هو الموضوع ما فيهوش هزار على فكره ولا دمه خفيف. دي معلومه يعني. اللي بعده، بعد ما دقت طعم المسؤوليه وما حبيت طعمها. مش اكتر من اللي الواحد ضايقه، ربنا يهون على الواحد مرات الايام. اللي بعده، يا جماعة هذا اخوي اللي ما جابته امي، اخوي اللي ما جابته امي، لان امي ما بتجيب هيك اشكال وسخة ابدا. يا ابن لا حلوه عجبتني بصراحه، تحسها كرييتيف. اللي بعده، اهتمامات الفتره دي. طب انت كنت متوقع الحرب دي؟ انا يهمني الثلاث وجبات كلهم وشكرا. 3 وجبات ازاي؟ وكوبايه شاي. طب انت ايه رايك؟ وحته كنافه. ده حرب كبيره. ما اكلتش كنافه. حرب كبيره. ده انت جعانه بقى. لكن ده احب اقول لك مش اهتماماتك لوحدك، اهتمامات معظم البنات. مالي التانك والمدد على الكنبات. اللي بعده، مديريتي شافت التيك توك بتاعي وقالت لي ايه القرف اللي بتنزليه ده. مش عاجبه شكلي ولا كلامي، بيقول لي مش قد مقامي. فرفوشه المديره بتاعتها. حلو الفيديو. اللي بعده، احنا والامتحان النهارده ده ما كانش لينا حل. دول شايلين الماده شكلهم، عشان كده طالعين بيحتفلوا، دايما بيعيطوا بعد الامتحان. دول متفائلين خير. اللي بعده، الحته ال27 بيسالني على سني. بالعكس على فكره، قولي له السن مش عائق. قلتها لكم 100,000 مره، السن حته السن انك تبقى حاطه في دماغك اكبر منك اصغر منك والله ما بيعتمد، لكن ما تكذبوش عشان الكذب مش حلو. اللي بعده، رحيل من نحب يوجع. شايفين الرجاله وفيه ازاي؟ يعملوا اي حاجه يا جدع، لا اله الا الله. لكن اللي بعده، مش قصدي اخون، وانا لو اخون الكون ما خونكش خالص انت. الاغنيه دي ما بقتش تعجبني. اللي بعده، وانا ببوس اخويا قدام خطيبته عشان هي ما تقدرش تعمل كده. ده شغل كيد يعني. وعلى بطنك هتنام، شقطت منك حبيبتك يا عم. شبه بعض قوي على فكره، لكن حلو الفيديو كوميدي على فكره. اللي بعده، ما هو العنوان المناسب للفيديو؟ لما تقعد تدي حد اكبر من حجمه في الاخر بيفرقع في وشك. ما تديش حد اكبر من حجمه، كل واحد حجمه بحجمه الحقيقي. اللهم بلغت. اللي بعده،
بص بوركينا فاسو فرحانين يا جدعان في كوت ديفوار. الوضع هيتجنن من الفرحه. ايه ده يا حبيبي؟ اللي بعده قلة الأدب دي. لما تتجوز واحد عصبي يجيب لك نسخة منه صغيرة عصبية أكتر منه، يمسك أمه يمرمطها وأنت فرحانة بتصوري فيديو ضحك. بتعودوا عيالكم على قلة الأدب من صغرهم والتطاول. ده نفشخوا قلة الأدب دي. اللي بعده اقول لك مين ممثلتك المفضله، كيت وينسلت ولا سكارليت جونسون؟ اسماء جلال. ايه الهوا ده؟ جامده. ايه ده؟ هو انا يا جدعان الوحيد اللي شايف اسماء جلال مش حلوه بجد والله ما بهزر، مع كامل احترامي الكامل، بس هي شكلها مش حلو يعني ولا حلوه برضه. مش عارف انتوا بتشوفوا حاجات غير اللي انا شايفها. اللي بعده بحكي له حاجه ضايقتني في الشغل ورحت معيطه، ردة فعله شايفين الرجاله بيعملوا اراجوزات عشان يضحكوه وفي الاخر مش هتتشكر، هتقول لك انت زي اخويا. اسمع مني. اللي بعده قله الادب زمان. طب خليها توعدني انها تبطل رخامه عليا. ايوه ايه الرخامه دي؟ ايه يا ولاد انتوا بتجيبوا الالفاظ دي منين؟ في ايه يا دكتوره صباح؟ فريد اكيد يا ماما بيجيبوا الالفاظ دي من الكمبيوتر. اكيد الكمبيوتر خرب الدنيا، هو الكمبيوتر السبب في ده كله. كان لسه ما طلعش التليفون. رخامه كانت قله ادب زمان يا على الدنيا. يا ريت الواحد ما كبر ولا كان جه الدنيا اصلا. مش عارف جيت اعمل ايه والله، جيت ارزق خلق الله. اللي بعده بلا تعليم بلا شغل، تعالى غديك محشي وكوكو. والنبي جدع بس انا ما بحبش المحشي، خلي الكوكو ماشي لكن بلاش المحشي. اللي بعده لما تشتغل في محل عطور. انا عايز حاجه ب20 حساب عند الانسه. محتاج نفس الريحه دي. لا انت محتاج تستحمى يا باشا. يا فندم العطر اسمه ايه؟ يعني اسمع صوت البخه وانا مكواجي. عبي لي دي. عبي لك يا باشا. هو تمر هندي فاضل شويه اتمضمض بيهم. لا دهن ودي يا معلم، ده سمنه بلدي. انت ضارب محشي؟ يو ايه هنا؟ شاورما. انت لحمه ولا فراخ؟ لحمه وما تحطش خضره. اعرف واحد صاحبي والله كل ما يجي يخش محل عطور يقعد يقول له شممني دي وبكام، وهو ما حلتوش حاجه وعارف. والله ما حلته حاجه. دي بكام دي؟ طب اشمها طيب. يستحمى بيها بعد كده يحطها. انا حاسسها مش قوي، مفيش حاجه اقوى او اعلى يعني تكون بريميوم اكتر. بريميوم واخد بالك انت. فيقول له في دي عامله 3000 ونص. طب اديها لي كده. يبخ بعد كده ايه؟ طب انا هشوف كده وارجع لك تاني. ماشي. في كارت المحل الراجل يدول يبقى عايز يفلقه وهو لا هيجي له تاني، او ماشي بيتبرفن عند الناس ببلاش. اللي بعده الشحاتين في الصين متطورين جدا. شوف يشحت بالباركود. يا عيني الشحاتين اتطوروا. انا هنزل اشحت في الصين على فكره، اجيب مكنه زي بتاعه فوري وانزل في الشوارع اعمل عليها باركود وكل واحد معدي يدفع بالفيزا. يعني لو ما كانش معاك فكه فمعانا فيزا. يعني احنا شحاتين متطورين الحمد لله. اللي بعده هاي. الجواز العرفي بقى بيظهر في السجل المدني لو في اطفال. باي. دي معلومه على الطاير يعني. حد الله بيننا وبين عرفي، احنا ما بنتجوزش اصلا. اللي بعده مسافر باريس اروق دماغي الناس اللي جنبي. مش هروح انا المنيا تاني. انا مش هروح المنيا تاني يا حسين. يومنا خلص، ال3 ايام بتوعنا خلصوا خلاص. مش هروح. موجودين في كل حته، لا اله الا الله. اللي بعده دلوقتي مع فلتر اختار اللاعبين. خلي بالك محمد صلاح رقم 7. ميسي. ميسي يا ابني ده كيفن دي بروين. ايوه يا عم مش ميسي، الراجل ده ما اعرفوش. رقم 8 وكرة ميسي. ابو تريكه. ابو تريكه امبابي بقى. ميسي كريستيانو. يا ابني انت كله ميسي يا ابني. يا ميسي يا معلم حسي. كريستيانو رقم 2. وات ميسي. بنزيما يا ابني. يا ابني حبيبي انت راضع ولا ايه يا ابني؟ مش عارف مين رقم 4. بيرسيتاو. ساديو ماني يا ابني. مين؟ بيرسيتاو. عرفته منين؟ اسود. رقم 9 ميسي. محمد صلاح. محمد صلاح. 10 ميسي. ما بحبوش. محمد صلاح. اخو ميسي رقم 3 هاري كين. الراجل العجوز. رقم دي اسمه ايه؟ العجوز. الراجل العجوز. هالاند بقى الراجل العجوز. احنا اصحاب بلدنا. متشكرين يا جدعان. اعملوا فقرات من دي كتير. اللي بعده معرفش ايه الترند الاهطل العبيط المعاق ذهنيا. كل واحد يجي كوبايه شاي تبقى سخنه بتغلي ويمسكوا ايد بعض والاثنين يروحوا مفضيين. قال يعني كده مش هسيبك. انت عبط. ايش دخل ده في ده؟ ويمينا بالله لو هسيبه مفيش حد بيكمل ولا وجع قلب. اللي بعده لما صاحب من ايجيبت بعد عبده موته اللي كان معايا. وانت عايش في مصر مش كده؟ هو انا بيزيكلي بعد ما خلصت الماسترز بتاعتي
والام يا خراشي والام في ايه بتاعتي يا لهوي عامله قدامي. فراولايه تجيله. اللي بعده الحب كلام سكة مضلمة ولا غرام واخر علام، مخنوق من الدنيا ومن الناس ومن الايام، وبقيت من كتر ما بفكر مش عارف انام. ايه النكد ده؟ كفايه على كده، واشوفك يا باشا على الفيديو الجاي في امان الله. Goodbye bro. Goodbye bro. Goodbye bro. Goodbye bro.